أهلًا وسهلًا بيكم لو أنتم أول مرّة تشوفوني، أنا فاطمة من مطبخ شطة وكمون، كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم. النهارده يا جماعة الفيديو ده متصور لكم أول يوم العيد، حبيت أشارككم بس جزء من عاداتنا وتقاليدنا كده في الأرياف، وإن إحنا بنودّي إيه في العيد الكبير وبييجي لنا إيه. دي العيدية بتاعتي اللي والدتي جايباها لي، رز ومكرونة مشكّلة طبعًا وشعرية وخضرة يعني والدتي الحمد لله مش ناسية ربنا يخلّيها لنا كده يا رب مش ناسية لي حتى خضرة المحشي وخضرة السلطة. وكرنب، بطاطس، والطماطم والليمون، حتى فلفل السلطة جايباه لي والخيار، وفلفل حشو، ورق عنب، وجزر، وملوخية خضرا، وكوسة، باذنجان الأبيض، وطبعًا اللحمة بتاعتنا شكلها يفتح النفس حتى والواحد صايم، بس هي الحمد لله يعني إحنا كان يوم العيد وكنا فاطرين. وطبعًا رقاق وعيش، العيش بتاعنا البلدي اللي إحنا بنخبزه في البيت ده، وكل حاجة المحشي. بس كده يا جماعة، دي الحاجات اللي إحنا بنودّيها في العيد. يا ترى بقى حد زينا هنا كده في الأرياف والّا أكيد طبعًا كل بلد مختلفة عن التانية. هندخل بقى على الوصفة بتاعتنا النهارده، دي مشروب من مشروبات العيد الكبير، حلة على النار فيها ورق لورا وملح وكزبرة والمنكهات يعني بتاع الشوربة، يعني كأننا هنعمل شوربة عادية. عايزة تضيفي بصل وطماطم وحاجات زي كده ضيفي وبعد كده شيليه. إحنا النهارده كده هنعمل حمص الشام، كده خلاص بقى الشوربة غلت مع بعض وخدت من طعم المنكهات اللي فيها، والحمص ده أنا كنت قبليها بيوم، بس نسيبه بقى يغلي شوية على النار، فطبعًا مش ما نسيبهوش كتير 10 دقايق بالكتير، لإنه خلاص هو مش هيبقى محتاج أكتر من كده عشان ما يتهريش منِّك في التسخين بعد كده. وكده خلاص الحمص بتاعنا استوى، هنعمل بقى إيه الصلصة بتاعته أو الدقة بتاعة الحمص. هنا هتبقى بصلة صغيرة خالص كده يعني مش كبيرة أوي، بصلة صغيرة أو متوسطة مقطعة مكعبات رفيعة يعني مايلة إنها تكون مبشورة. هنقلبها على النار في معلقتين زيت كبار، وننزل عليها بمعلقة توم كبيرة. بس كده خلاص البصلة بتاعتنا اصفرت والتوم ريحته طلعت، يعني مش هنحمر التوم، يعني يا دوب ريحته تطلع بس كده. ننزل بقى عليه بمعلقة بابريكا أو فلفل أحمر، تخلي اللون معانا حلو كده. بديل الصلصة يعني لو أنتِ عايزة تضيفي صلصة ضيفي، وهنا حبتين طماطم مش كتار لأنه ما بيحتاجش طماطم كتير، يعني ده كده اللي أنا عاملاه حبتين طماطم وهيطلعوا كمان زيادة. بس كده خلاص هتبقى أنا شوف لونها عامل إزاي، أنا ما ضفتش عليها أي توابل، التوابل كلها هاضيفها على الشوربة. نضيف بقى معلقتين صلصة من اللي إحنا عاملينه. بُصّوا يا جماعة طبعًا أنا عارفة إن كل بلد وليها طريقتها في الحمص، بس الطريقة دي مختلفة وأطعم، يعني أنا حاسة إنها أطعم من أي طريقة تانية، يعني أنا جربته بكذا طريقة قبل كده، بصراحة دي أحلى واحدة فيهم. ده مكعب مرقة دجاج، دي معلقة فلفل أسود، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة كمون، يعني من كل حاجة معلقة صغيرة كده. بس ودي معلقتين شطة، طبعًا هو بطل الحوار كله الشطة، لإن هو لازم يكون حراق شوية. بس كده هنضبط الملح بتاعنا، وخلاص حمص الشام بتاعنا. بس شكل الحلة أهو، ووش الصلصة بيتكلم عن نفسه. وهنا بقى خلاص دي التسالي بتاعتنا بقى يوم العيد بعد ما فطرنا كده وضحينا، طلعنا شربنا بقى كل واحد كوباية حمص، أهو شايفين يا جماعة عصرة ليمون بس ومش محتاج أكتر من كده. وبألف هنا على قلبكم، وكل سنة وأنتم طيبين. ولو الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعة للقناة. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.